السلام عليكم، اهلا بيك في واحد من اهم فيديوهات الكورسين اللي نزلوا تبع الايميل ماركتنج اللي احنا عاملينهم. ازاي تبعت حملات اعلانيه بجو هاي ليفل. الفيديو اللي معاك واللي هيشتغل دلوقتي حاليا هو واحد من الكورسين دولت، بس هو من اهم الفيديوهات. الكورسين كاملين نازلين مخصوص للكوميونتي تبعنا، للي مشترك من خلالنا على جو هاي ليفل. بس بما ان دوت سؤال كان اتسال لي كتير، انا بالفعل باعت اكتر من 444 الف ايميل، منهم كتير اتبعت لي حملات اعلانيه لكورس اليوتيوب. فكتير سالني انت عامل دوت ازاي يا سباعي، فحبيت ان انا انزل الفيديو ده مخصوص مجانا تماما على قناه اليوتيوب عشان يفيد ناس اكتر باذن الله. فالفيديو اللي هيشتغل دلوقتي انا بشرح فيه ازاي انا عامل الاوتوميشن بتاعي على كورس اليوتيوب، وده بالمناسبه باعت بيه اكتر من 80 الف ايميل من اصل النص مليون تقريبا اللي انا بعته. فسيبك على خير اتفرج عليه، وان شاء الله في الاخر خالص اقول لك لو عاوز تنضم معانا في المجتمع وتوصل لكل كورسز ديت وماتيريال مجانيه و30 يوم مجانا في كواليتي كل حاجه، اشرح لك في الاخر خالص تعمل دوت ازاي باذن الله. سيبك مع الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم صديق، واهلا بيك من جديد في كورس الايميل ماركتنج. افكرك ان الكورس دوت تاني هو الجزء المكمل للكورس الاولاني بعد ما تعمل ايميل سيت اب وكل حاجه. احنا بالفعل اتكلمنا في الجزء الثاني هنا اللي هو ازاي تبتدي تجمع الليد ماجنتس، وازاي يبقى عندك الايميل ليست تبعك وتعمل ايه والتريكات وكل حاجه وهكذا. ده بقى جزء اوتوميشن سريع انا بعمله، وهتكلم من ناحيه حد مثلا كونتنت كريتور او حد معاه كورس فبيبيعه للناس. طيب ايه الاوتوميشن دوت يا سباعي؟ وبالمناسبه الاوتوميشن دوت عدى عليه ما يقرب من 60,000 واحد او هم 70,000 تقريبا، واللي هو انا عملته بعد ما اول 10,000 سجلوا في كورس الفريلانسنج المجاني، فعملته بعديها في 60,000 واحد عدى على الاوتوميشن دوت. منهم ناس الحمد لله اتحولوا بالفعل ان هم يشتركوا في كورس اليوتيوب. فانا معايا كورس فريلانس احنا اشترحنا عليه، ده مجاني. اللي بيشترك فيه وبيدخل بادّي له بعدين، باشوف لو أنت حابب تشترك في كورس اليوتيوب المدفوع كان بها. فأنا عامل ده إزاي؟ أنا بالفعل معايا الإيميل list تبعه، فعامل contact tag اللي هو لمّا في tag بيتضاف في الautomation، الtag دوّة عبارة عن حاجة اسمها course sign up. course sign up دوّة عبارة عن إيه؟ أنا عامل لمّا حد بيسجل في الform ديّة بياخد tag اسمه course sign up، اللي هو عمل sign up لكورس الfreelance المجاني، أنا عارف دوّة. فمجرد ما حد ياخد الtag ده عامل automation تانية، باقول له الtag دوّة اتضاف. شوف اعمل if else، شوف هل الشخص دوّة مشترك في كورس اليوتيوب تبعي والّا لأ؟ طب تعرف إزاي إن هو مشترك في كورس اليوتيوب؟ لو مشترك في كورس اليوتيوب هيبقى معاه التاج يوتيوب كورس purchased. أنا عامل له كده، أنا مخلّي دوّة التاج الأساسي لمّا حد بيشترك في كورس اليوتيوب. فدلوقتي حد اشترك في الكورس الفريلانس المجاني، فباقول له الأول بُص عليه، هل هو مشترك؟ tag doesn't include YouTube course، فهو مش مشترك يا سباعي. انا عاملها if else عشان بقول له لو مشترك ما تعملش حاجه، خلاص اقف كده كده مش هابيع له، هو اصلا اشترى. طب هو ما اشتراش يا سباعي، لا كمل معاه، ابعت له الاول ايميل بتطمن عليه. وهنشرح الايميلات هنا بتتبعت ازاي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، عشان دي ليها تريكايه معينه يعني. فسيبك من دوت دلوقتي حاليا لان انا بعملها اكتر طريقه مختلفه. بس انا باقول له حاليًا اكتب له والله ابعت له إيميل تطمن عليه، أهلًا بيك يا فلان في الأسبوع التاني من خطة الفريلانس كذا وكذا. أنا مش بابيع له هنا، أنا بس باطمن عليه وباقول له الدنيا ماشية معاك إزاي ولو محتاج مساعدة وهكذا. ثم بُص في 47 حد حاليًا في اللحظة الحالية في الفترة ديّة، مع إن أنا أصلًا عامل pause للautomation دلوقتي. بعديها بعد ما ابعت له الإيميل باقول له استنى، باقول له استنى وعامل الwait select type wait until the contact takes a specific action. طبعًا ينفع تغيّر من الtags من هنا، فأنا باقول له استنى لحد ما ياخد specific action من هنا، لحد ما ياخد action معيّن. وبندّي له مهلة 3 أيام، لو ما خدش الaction دوّة في خلال ال3 أيام خلاص اركنه على جنب، دوّة معناه إن هو مش متفاعل أوي، فأنا مش عايز أبعت له إيميل تاني، لإن أنا فارق معايا أبعت إيميلات للناس اللي بتتفاعل، الناس اللي تفتح الإيميل عشان سمعة الdomain ما تقلّش. فلو أنا هابعت إيميل لحد وجيت أبعت له إيميل تاني، بعت له إيميل تالت، باشا هو أصلًا ما بيفتحش الإيميل، ما تحرقش نفسك، ما تبعتش تالت رابع خامس خلاص أقف على كده. فأنا باعت له في الأول أول إيميل، على حسب الشخص دوّة الأكشن اللي أخده، يا إما أخلّيه والله clicked a trigger link، لينك موجود جوّه، أو فتح الإيميل. اللي هو أنا في الأساس باخلّيها إيميل event اللي هو open click يعني في إيميل حصل أكشن فيه، وباختار الevent من هنا باقول له والله كمان بقى opened أو clicked أو أي حاجة كده، طبعًا مش unsubscribed. باقول له لو opened أو clicked على الإيميل خلاص والله ادّي له ساعتها طبعًا كده اللي هو فتح الإيميل. يعني click ديّة حاجة بتحصل بعد اللي هو ما يفتح الإيميل، فأنا باخلّيه مجرد ما يفتح الإيميل. فتح الإيميل احفظ كده، أنا عايزه بمجرد ما فتح الإيميل ده حد معايا هاخلّيه يكمّل بعدين. فبعديها باقول له هو فاتح الإيميل، استنى بقى يومين، عشان مش هابعت على طول، لأن هو أصلًا لسه مبعوت له إيميل. فلو فرضًا فتح الإيميل دلوقتي مش هابعت له على طول، خلاص هاقول له استنى يومين بعد أمّا يفتح الإيميل، ثم ابعت له الإيميل التاني بعنوان بدأت في أنهي social media، وبابعت له الإيميل دوّة. ثم عامل wait تاني، وعلى حسب بادّي الwait على حسب فتح الإيميل والّا لأ.
لو ما فتحش الايميل ببعت له ايميل ريمايندر بفكره، بقول له خلي بالك في كذا فايتك. طب هنا ليه يا سباي انت ما بعتش ايميل ريمايندر؟ ما كنتش مهتم الحقيقه، بس هنا دوت واحد فتح ايميل بالفعل، فلو ما فتحش التاني احتمال يكون ما شافوش لانه بالفعل فتح اول ايميل، فانا بحترمه وببعت له ايميل ريمايندر. لو الايميل الريمايندر دوت فتحه وهي ويت اهي، لو فتح الايميل ريمايندر التاني في مهله يومين برجعه تاني، بحط اكشن اسمه جو تو برجعه للسلسله بتاعتنا عشان يكمل الايميلات تبعنا. طب لو هو اصلا من الاساس من الاول فتحه، بقول له يعني من الاساس هو اهي، من الاساس الايميل ايفنت هو فتحه بالفعل، فبقول له والله خلاص استنى 3 ايام تاني بعد كده ابعت له ايميل جديد. الايميل الجديد دوت بحذره من حاجه في اليوتيوب عموما وليها علاقه بالفريلانس، فديت بدايه اول لحظه بيعيه. ثم على حسب بقول له استنى فتح الايميل وما فتحوش، لو ما فتحوش بقول له استنى 3 ايام ابعت له ايميل ريمايندر، ولو تفاعل مع الايميل ريمايندر رجعه للخطوه ديت، خاصه نفترض انت بقى فهمت. طيب لو كان فتحه استنى 3 ايام بعد كده بقول له المشاهدات مش اهم حاجه، ودي انا كاتب جنبيها دعايه للكورس، هنا ببدا بالفعل اعمل اول دعايه حقيقيه للكورس. ثم بيستنى 5 ايام ثم ببعت له اعلان صريح للكورس لو عاوز تشترك حاليا. وفي الاخر لو فتح الايميل ببعت له ان هو وصل لنهايه الايميلات، دوت واحد وصل لنهايه الايميلات، فانا ببقى عارف دوت بتسجل عندي في السيستم، ده شخص مهتم لاقصى درجه. فدي كده حاجه سريعه يعني اهي، ده الايميل سيستم بتاعي لليوتيوب ماركتنج اللي انا بعلن بيه عن كورس اليوتيوب. دي واحده من الحاجات للناس اللي سجلت من خلال كورس الفريلانس. عندي افكار تانية بعملها في حاجات تانية بتبقى تختلف، مثلا لو هو جه من مكان تاني ببعت له بطريقه تانية وهكذا على حسب اهتمامه. بس انا حبيتك تبقى تبص بصه عمليه على اوتوميشن كامل عملي بالفعل، تشوف الدنيا ماشيه فيه ازاي، تفهم الدنيا ماشيه فيه ازاي. لان الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنتكلم فيها بقى عن الفرق بين اللي انت تبعت ايميل دايركت من هنا ولا تربطه بتمبلت معين، وايه التمبلت اصلا بيعمله ازاي. دي قصه تانية ان شاء الله هنخليها في الفيديو اللي جاي. اشوفك على خير، السلام عليكم. طيب بعد ما الفيديو خلص، لو انت بقى حابب تنضم معانا ان شاء الله وتنورنا في مجتمع جو هاي ليفل وتاخد 30 يوم مجانا وماتيريال وحاجات دعم موجوده معاك ان شاء الله، فكل عليك ممكن بكل بساطه تدخل على اللينك اللي من تحت اللي هو gohighlevel.com/سباعي، دوس عليه هيدخلك للصفحه ديت. لو انت عايز تنضم جديد على جو هاي ليفل وتستفيد بيه بالفعل هتقول له ستارت اكستندد فري ترايل، هتاخد 30 يوم مجانا، دوت عرض لان احنا بالفعل تبع جو هاي ليفل دوت للافلييت تبعي، فبدل 14 يوم من جو هاي ليفل الرسمي هنا 30 يوم بالفعل معاهم الماتيريال ومعاهم الجروب وكل حاجه تبعنا في المجتمع ان شاء الله. بتدخل بياناتك بالفعل ثم بيوديك لستيب 2. ستيب 2 بيقول لك دخل فيزا، الفيزا تكون دولاريه مش هيخصم منها فلوس، فقط بتاكد ان هي شغاله عشان بعد 30 يوم هيحاسبك، انما قبل كده مش هياخد منك ولا حاجه. لو انت في الوطن العربي لازم تكون الفيزا دولاريه، واحتمال يطلب منك تكون فاتح في بي ان. نزل اي في بي ان مجانا على كروم، انا بستخدم دوت الصراحه. اول مره بس هتحتاج ان انت تفتح الفي بي ان، في بي ان من هكذا افتح ودخل الفيزا وحط البيانات، خلاص كده زي الفل هتتقبل. بعد كده الغي الفي بي ان تاني مفيش مشكله خالص، مش هيخصم منك اي حاجه، معاك 30 يوم مجانا تتست فيه كل اللي انت عايزه في جو هاي ليفل. بعد 30 يوم بيبتدي بقى يخصم منك، فلو انت ما كانش عاجبك جو هاي ليفل وقتها الغي اشتراكك قبل ما ال 30 يوم يخلصوا، حتى لو عدى 29 يوم قبل اليوم ال 30 الغي اشتراكك هيختفي كل حاجه. بس كده اشوفك على خير، السلام عليكم.